والنبي صاحب النجار يعلم من قبل العلم. هذا إن دل على شيء إنما يدل على العلم. كان وما كان وهذا تقدير من الجميع، بدليل أن هذه الرسالة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأول رسالة نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اقرأ، يدل على قيمة هذا الأمر. فنشكر هؤلاء الشيوخ الذين جاءوا يكرموا الطلاب المتفوقين والمتميزين، فتحية لهم جميعا وأهلا وسهلا. نستمع الآن إلى كلمة الشيخ هاني فليتفضل مشكورا. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يبلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. أما بعد أيها الأحبة الكرام، جئنا إلى حضراتكم اليوم لنقدم لإخواننا المدرسين الكرام ولأبنائنا الطلبة الأحبة تحية لله وتقدير من إخوانهم في حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية اليهودية. جئنا اليوم لنناديكم ونشد على أناديكم. جئنا اليوم لنذكركم أيها الأحبة الكرام بنعمة جليلة ومنة عظيمة امتن الله تعالى بها علينا في هذا البلد الطيب أهله. هذه النعمة أيها الأحبة الكرام، هذا الوطن الغالي الذي نعيش فيه، هذا الوطن مصر الحبيبة التي نعيش فيها. فمصر أيها الأحبة الكرام نعمة جليلة ومنة عظيمة امتن الله تعالى بها علينا نحن المصريين بهذا الوطن الغالي. وحتى تعرفوا قدر هذه النعمة أيها الأحبة الكرام، فأروني بلدا في العالم كله مثل بلدكم أكثر الله تعالى من ذكره في القرآن. أروني بلدا في العالم أكثر الله تعالى من ذكرها في القرآن. فمصر ذكرها الله تعالى في القرآن صراحة في 5 مواضع كاملة، وذكرها الله تعالى تصريحا أو تلميحا في أكثر من 30 آية في القرآن. قال الله جل وعلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال ربنا تعالى انفقوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وقال ربنا سبحانه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. يقول حبيبكم ونبيكم يقول حبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تفتحون أرضا يذكر فيها القرآن، وفي رواية تفتحون مصرا فإذا فتحتموها فاستبصوا بأهلها خيرا. هذه وصية نبيكم وحبيبكم
الكرام الطلبة أن يضعوا نصب أعينهم قيمة العلم وأهميته حتى نذهب بهذا البلد الحبيب وحتى نمتثل وصية حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاستوصوا بهذا خيرا، جزاكم الله خيرا.